مساء الفل. الزمالك بيهدد بالانسحاب وبيانات وقرارات وانسحابات، والاهلي في 2019 كان برضه بيهدد بالانسحاب، والزمالك انسحب قبل كده ايام مرتضى منصور، كان ماتش برضه قدام الاهلي. ليه ده كله؟ ليه الهيصه دي كلها اللي عندنا؟ عشان احنا ما عندناش دوري. الدوري الانجليزي من اسبوع نزل، من اول ماتش في الدوري لحد اخر ماتش في الدوري نزل الجدول كله، نزل الا احنا عندنا. كل الدوريات بيحصل فيها كده، ينزل لك الجدول كامل، ينزل لك العقوبات ثابته، مش العقوبات ده عن مزاج والكيف وتعمل تظلم تنزل لماتشين ومش عارف ايه والكلام ده كله. فما فيش عندنا مسابقه. اقول لك التاني ازاي؟ تعالى دلوقتي، خلاص انا بحدد ماتشات الدوري. جه الاهلي والزمالك عندهم ماتشات في افريقيا رايح جاي، فاجل الاهلي والزمالك اسبوعين من الدوري. اسبوعين ليه؟ يعني ليه اسبوعين؟ يعني انا مثلا سبت ويلعب السبت اللي بعديه، طب في النص ده ايه؟ لا لا، اجهاد واللعيبه ومجهده وجاي من السفر ومش قادر يعني اجهز للماتش اللي جاي والكلام ده كله. طب انا كاتحاد كوره مديك قائمه 30 لعيب ليه؟ يعني الاهلي والزمالك انا مديك قائمه 30 لعيب وعندك ناشئين عشان تلعب لي ب 15 16 لعيب وتقول لي اجل لي عشان انا مجهد وما عنديش لعيبه وداخل على بطوله قوميه وانا بشرف مصر وبلعب باسم مصر والهري ده كله؟ لا، مفيش حد بره في اوروبا بيحصل فيه كده. بيلعبوا من بلد لبلد. اصل اصل المواصلات هناك سهله ومش سهله. طب ما انت عندك 30 لعيب وعندك ناشئين، ما تلعب بتيم وطلع لعيبه من الناشئين بتلعب، وال 30 لعيب اللي عندك في القائمه لاعب منهم والدنيا تمشي معاك. مش هيحصل لك حاجه على فكره لو لعبت 30 لعيب، ده الاوبشن بتاعك. ففكره ان انت تتاجل لفرقه اسبوعين ده بيأثر على الدوري وبيأثر على تواريخ الدوري. فانت ما عندكش معيار ثابت حاطه، ماتشات ثابته تشتغل عليها. مفيش الكلام ده كله. دي اول نقطه بتعمل قلق في شكل ومواقيت الدوري. تاني حاجه، العقوبات. انا كاتحاد كوره في عقوبات محطوطه وفي معايير محطوطه. جوميز مثلا زق المدرب الحكم الرابع ماتش اللي فات، اتوقف؟ لا طبعا، ولا هيتوقف. ليه؟ واحد سب الدين وضرب لعيب بالقلم خد ماتشين. ازق انا حكم اخد كام ماتش في قائمه العقوبات؟ 8 ماتشات، بس اكيد مش هاخد 8 ماتشات وما خدش حاجه خالص، لان المعيار بتاع العقوبه خلاص اختلف. واحد يضرب لعيب ياخد 8 ماتشات، واحد يشتم يقول لك دي جت في الكاميرا، والله ما جاتش في تقرير مراقب الماتش، لا دي جت في التلفزيون، لا دي... طب ايه المعيار بتاعك؟ مفيش معيار. ده اللي بيعمل او الاحساس بالظلم في الانديه. انا ليه اتعامل كده وده ليه يتعامل كده وده ليه اتقال له كده وده ليه يتعمل لي كده، واخطاء التحكيميه ليه تطلع تقعد تتزيط كده ودي ما تتصيطش، واللي يقعد يتكلم هنا كتير واللي ما يتكلمش هنا كتير. كل ده في الاخر انت ما عندكش كوره. انت الاساس عندك مفيش. العيب مش الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك بيفرضوا قوتهم الاعلاميه على اتحاد الكوره، ده من زمان قوي. ليه؟ علشان مفيش اتحاد كوره حاطط حاجات ثابته ومعايير ثابته ماشيه على الاهلي والزمالك قبل اي لعيب واي فرقه تانية موجوده في الدوري. فطول عمرنا هنفضل كده، هنفضل الاهلي والزمالك يقعدوا يلوشوا في اتحاد الكوره، واتحاد الكوره يقعد يطبطب، والنبي نلعب، والنبي طب المره دي اخر مره، طب اعمل لك اللي انت عايزه، طب اديني، طب والله اديني وقت واخلص. مفيش الحاجات دي كلها، مفيش. هنفضل في الدلامه دي على طول على طول على طول على طول على طول. طول ما احنا بالمنظر ده كده اهوت، مفيش اي شكل ولا اي تطور للكوره ولا منتخب مصر ولا اي حاجه. شكرا.